السياسة التي حكمت فيلم كورونا في جزء مفهوم فيها وجزء غير مفهوم. الجزء المفهوم إذا أردت السيطرة على الجميع خوفها. يعني لو أي دولة في العالم ديكتاتورية، أكتر دولة في العالم ديكتاتورية كوريا الشمالية، هل زعيم كوريا الشمالية يستطيع أن يجبر الشعب الكوري الشمالي على أن لا يخرج من بيته شهرين أو 3 أو 4 شهور؟ لا. هل يستطيع أن يجبرهم كلهم يلبسوا كمامات إلى آخره؟ لا. لكن في ظل التخويف استطاعت الحكومات الديمقراطية مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأوروبا وغيرها أن هي تجلس الناس في البيوت شهرين وتحبسهم وتجوعهم، ومن يخرج في الشارع ترميه في السجن، ويصبح هذا مرحب به ومفهوم. ده سياسة التخويف. زي يقول لك إيه، إذا هتعمل ثورة هيبقى احنا زي سوريا والعراق، إذا عملت كذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهنا الرعب عمل فينا إيه؟ انظروا، ادي مثلا تركيا، دي مسجد ايا صوفيا، ولا كل الناس قاعده في البيوت. فبالتخويف حكموا الشعوب. يوضح لك كيف يمكن الاثر التخويف، اذا كما يقول جوستاف لوبون عالم الاجتماع الفرنسي، اذا اردت ان تسيطر على الجماهير خوفها. طيب اللغز الثاني هو لغز التطعيم. هم طلعوا جرعه اولى وقالوا خلاص كده امل، خلاص الحمد لله طلعنا جرعه اولى. وبعدين قالوا الجرعه الثانيه، وبعدين قالوا اصل لا والله اتضح مش عارف ايه فهتاخدوا جرعه ثانيه. حاضر ناخد جرعه ثانيه. قالوا في جرعه ثالثه معززه ولا معفرطه ولا مش عارف. قالوا في جرعه رابعه. فالناس بقت لهم خلاص بقى يا رب إيه انتوا هتدونا 10 جرعات؟ هو السؤال الى اليوم المفروض يكشفوا ويحققوا. انتوا لماذا كنتم تعطون هذا اللقاح؟ هو اللقاح فيه ايه؟ ده سؤال احنا لا نعرفه حتى اليوم. وبعدين اللي اي شخص يقول ان اللقاح ده فيه حاجه ولا فيه كذا، اغلق صفحه على الفيسبوك، اغلق صفحه مش عارف ايه. طب اليوم انت في بريطانيا بتقول خلاص، ده تصريحات عمده لندن والحكومه ووزير الصحه، والله الموظف الذي لا يريد اللقاح اهلا وسهلا، مش عاوزه متطعم حر. طب انتوا لقحتوا الناس ليه؟ طب والناس اللي غير ملقحه هيجرى لها ايه؟ اذا كان اللقاح ضروري للحمايه الوقايه من كورونا فلماذا الغيتم الزامياته؟ وإذا كان اللقاح تافها وليس فيه شيء، طب الناس اللي لقحتوهم دول ايه اللي حصل فيها؟ فيظل هذا لغز اللقاح، نحن لا نعرف هذا الأمر. طيب أنا شخصيا كورونا قتلت ناس، صحيح كورونا قتلت ناس، لكن من اللحظة طبعا احنا كنا جهلة بموضوع كورونا فيروس. لكن بعد شهر واثنين أنا فهمت وقلت هذا كان في فيديوهات، قالوا إن كورونا لا يموت. يعني الفيروسات كلها غير قابلة للانتهاء إلا إذا ربنا أذن بهذا. يعني إيه؟ الفيروس بتاع كورونا إذا سقط في أرض مثلا ممكن يبقى في هذه التربة 10,000 سنة 20,000 سنة، وحضرتك بتحفر بالفأس ولا بتاع ولا كلام من هذا القبيل، فالكورونا هنا ممكن يدخل في جسمك أو أي فيروس ويستيقظ من جديد من سباته ويبدأ ينشط ويجيب لك كورونا. فزي نزلات البرد، ما فيروس البرد ما هو ده فيروس لا ينتهي، وفيروس كورونا لن ينتهي. خلاص يا جماعه، طالما ان الفيروس لن ينتهي، اذا انتوا لما بتحبسونا ما فيش اي داعي ان انتوا تحبسونا، لان احنا ان لم نمت من كورونا سوف نموت من الجوع. رغم ذلك اصروا لمده عامين ان يحبسونا وهم يعلمون ان هذا الفيروس لن ينتهي، مثل البرد ولا غيره من الفيروسات. الامر الاخر ان هم، وده اللي منظمه الصحه العالميه قالته، ان الخمور بتزيد احتمالات الوفاه من فيروس كورونا. واحنا شاهدنا هو اللي رشد الاعلام المصري المؤيد للسيسي والعسكر ده كان بيشرب خمور، عشان كده كورونا خلص. هو عنده صغير، عنده 57 سنه يعني. رغم ذلك هؤلاء اللي هم جادين في محاربه كورونا يمنعوا الخمور ويمنعوا السجائر التدخين، الا انهم كما نشاهد بيفتحوا الخمارات، والخمارات دي وثيقه الصله بالاصابه بكورونا، ولما يصيبك كورونا بتموتك. الخمارات، التدخين، الحاجات المضرة كلها بالجهاز التنفسي. ورغم ذلك واضح لأنه حتى الذين يقتلون بالخمور نحو 3 ملايين إنسان، وهم تقريبا نفس الذين قتلتهم كورونا. ورغم ذلك عملوا هيصة على ضحايا كورونا وهم ضحايا حقيقيون، ولم يقيموا الدنيا ويقضوا على ضحايا الخمور. فالمسألة ليست حياة الإنسان، المسألة إيديولوجيا. أقول مرة أخرى، كورونا إذا كان عندك أمراض أخرى سوف يقتلك. إذا كنت بتشرب خمور أو بتدخن حياتك في خطر.
والصح انك تقلع من اجل حياتك عن التدخين والخمور وارضاء لله يعني. وسبحان الله ما قاله الاسلام هو ما تقول منظمه الصحه العالميه، رغم ذلك لم يفتحوا فمهم بكلمه. يعني منظمه الصحه العالميه اصدرت هذه التوصيات ولا القنوات الفضائيه اهتمت بها ولا اي شيء خالص، لان اي حاجه تغضب ربنا الاعلام لابد يكبر فيها ويهتم بها، واي امر طالما هو في مرضاة الله مثل الامتناع عن التدخين والامتناع عن الخمور لا يأتون له ليه عن ذكر نهائيا. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي النهاية هنا كتاب عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أرجو الاستماع إليه، وهنا فهرس بفيديوهاتي أرجو الاستماع إليها، وأسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر، وهنا قائمة فيديوهات الوثائقية التاريخية أرجو أن تشاهدوها الأئمات في مجال التاريخ، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.